أخوي محمود، مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور والسرور والدر المنثور. أول شيء كثر الله خيركم على هالمناسبة الجميلة اللي جمعت فيها الأصدقاء والأحبة. لنا سنوات ما شفناهم، في بعضهم يمكن 30 سنة ما شفناهم. اللهم آمين. والله أكرمنا صراحة صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد والقناصل والحاضرين بتلبية الدعوة، ويا مرحبا ومسهلا بالجميع، هم أصحاب الفضل. الله يسعدك، لو وفيت وكفيت وكانت ليلة جميلة في أجواء الطائف. الله أن يوفقكم لكل خير، وهذا من حظكم. لقائي خاص بموضوع معين وهو سورة البقرة. أول شيء أنه هذه العزيمة من بركات سورة البقرة بعد الله سبحانه الحمد لله. وأنا من يوم ما قابلتك دكتور في المرة الأولى عند أخونا عبد الغني البكري، وأنا كل مجلس أستغل وأتكلم وأذكر الناس بفضل سورة البقرة. بدأت القصة معي طال عمرك من 6 سنوات. كنت أدرس في أمريكا، وجانا الشيخ البروفيسور فهد العندس وأساس يزور واحد من أبنائه مبتعث، واستضفته عندي، وكان في مجموعة من الشباب في المجلس. وقلنا أنا وقت تعطينا إحنا كمبتعثين تعطينا فائدة. قال بعطيكم فائدة عن فضل سورة البقرة. كنا على بركة الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة من أصحابه. اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة عمران فإنها تحجان أصحابها يوم القيامة. ثم ختم الحديث وقال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فمعنى الحديث طال عمرك اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أي يعني قراءتها ومواظبة عليها وحفظها والعمل بها. والبركة هي النماء والزيادة في المال والحال في كل أمر، لأن البركة جاتنا نكرة وما حدد النبي صلى الله عليه وسلم في مال أو في ولد أو في عمل، وإنما إن شاء الله البركة في كل الأمور. فضل الله سبحانه وتعالى وفتحه علي وكرمه علي أن من ذاك الوقت رمضان 2019 إلى اليوم اللهم لك الحمد 6 سنوات نقرأها يوميا. طبعا مع قراءة باقي السور، يعني ما نقرأ نركز على سورة البقرة ونهجر باقي سور القرآن، وإنما نقرأ القرآن كله ونضيف عليه سورة البقرة اللي هو الورد اليومي، يضيف عليه سورة البقرة. وكل نطاق، اللي يقدر يقراها كاملة يقراها كاملة، اللي يقدر يقرأ نص يقرأ نص، اللي يقدر يقسمها على مدار اليوم أو يقسمها على يومين على 3. ولكن بالنسبة لي أنا الحمد لله والشكر لك يا رب حفظتها وأقرأها اللهم لك الحمد يوميا. اللهم صل على سيدنا محمد. ما وجدت صعوبة؟ معلش، وجدت طبعا صعوبة في البداية، يعني صراحة أول يوم تعبت والله. يعني بعد المغرب بدأت، كنا في رمضان صايمين، وبعد الإفطار بدأت، ثم قبل التراويح وقفت ورحت صليت التراويح في أمريكا هذا الكلام. ورجعت حاولت أبدأ شوي بعد التراويح، المهم إنه ما انتهيت منها إلا على تقريبا يعني أذان الفجر. أقرأ يعني متقطع، أقرأ ربع ساعة أوقف، وأقرأ ربع ساعة و10 دقائق وأوقف، يعني متقطع، وأروح وأتسحر وأجي زي كذا. الشاهد إنه يعني ما أذان الفجر إلا الحمد لله ختمتها. طيب معلش، وش اللي خلاك تصر على إنه فعلا تستمر على قراءتها؟ أصر عليها طال عمرك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أولا. نعم. وإن يعني كانت النية زي ما قلنا الشيخ فهد، اللي يقرأها تقربا إلى الله. لأنه في ناس يقول لك أقرأها 40 يوم، أقرأها 30 يوم بنية الوظيفة، بنية قضاء الدين، بنية، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ودنا نبتدئ في دين الله سبحانه وتعالى. وإنما أقرأوها تقربا إلى الله. والقارئ يقرأها وهو مستشعر أنه يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى 286 آية، 48 صفحة، 2.5 من كتاب الله يوميا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى 700 ضعف. فقال استشعروا وأنتم تقدموا هذا العمل بين يدي الله، هذا الكم من الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم طمعا يعني تكون تقرب إلى الله، ثم طمعا في البركة اللي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذا الكلام سبحان الله فتح علي، وقلت لك بدأت اللهم لك الحمد من ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، كل ما لها تسهل إلين اللهم لك الحمد صرت أقراها بعد صلاة الفجر مباشرة. أني قلت في المصلى في المسجد اللي قدام بيتنا في أمريكا. يعني هذا من توفيق الله علي اللهم لك الحمد، إنه كان قدام بيتي مركز إسلامي، فكنت أصلي الفجر وأقعد إلى الشروق أقرأ البقرة وأذكر الصباح وأصلي ركعتين وأطلع من المسجد بعد الشروق. واستمرت عليها فترة، بعدين حولتها إلى الوتر، فترة قيام الليل. وكانت بعض الأحيان أقوم بركعة، يعني أقرأ بركعة واحدة سورة البقرة، وبعض الأحيان في ركعتين اللهم لك الحمد. وكان اللي يخليني أقرأها في ركعة إني أكون عازم إني أقسمها بين ركعتين. ولما أجي مثلا صفحة 25 أو 26 أقول أتحمس، فأقول خليني أخلص. وأتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقوم في ركعة واحدة يقرأ البقرة في ركعة واحدة، ومرة في إنه قرأ البقرة والعمران والنساء في ركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله كنت حولت إلى الليل، بعدين صرت لا الشروق ولا في الليل، متى ما تيسر، مرة في الليل، مرة في الشروق، مرة في وسط النهار. المهم إني اللهم لك الحمد مواظب عليها الفترة هذه كلها، وجدت والله من الخيرات والبركات والتوفيق والتيسير الشيء. احنا بنتحدث عن لكن المحفزات اللي تخليك تقرأ سورة البقرة. أنت ذكرت قبل شوية الحديث. أي نعم. غير الحديث
طبعا ذكر لنا الشيخ فهد يعني قصص من التيسير ومن البركات، ولكن قال أنا ما ودي تركزوا على القصص قد ما تركزوا على فضلها وعلى الحديث، واستوعبوا وش يعني بركة. إذا ربي رزقك البركة في مالك، في عيالك، في حالك، في وقتك، في علاقاتك، وش تدور بعد البركة؟ تجد سبحان الله من القليل يكون كثير بالبركة. معلش بس أبغى أذكر أنه عادة أغلبنا طول اليوم هو في جهاد مع الحياة. صح. ومسألة الوقت أنه يقتطع يوميا وقت عشان يقرأ سورة البقرة، كم تأخذ وقت أول شيء؟ أنا طال عمرك أول ما بدأت تأخذ ساعة وشوية، بعدين صارت 50 دقيقة 40 دقيقة لين وصلت إلى 30 دقيقة الحمد لله. طيب في ظل الصخب هذا كيف استطعت أنك تقتطع الوقت هذا كل يوم عشان قراءة سورة البقرة؟ هذا السؤال يا دكتور يسألوه أغلب الناس، مع العلم إنه هذا السؤال هو اللي ينظم لك باقي أمورك كلها. نعم. يعني إذا أنا عندي اليوم 8 ساعات دوام وعندي بعض الالتزامات وأمور اجتماعية وإلى آخره، أنا كيف أقضي الوقت هذا كله وأطلع مثلا 40 دقيقة ونص ساعة للبقرة؟ أنت أقرأ البقرة تتنظم أمورك كلها بإذن الله تعالى. إذا ربي بارك في وقتك وبارك في عملك وبارك في مالك، الشغل اللي بتسوي 8 ساعات تسوي في أقل بإذن الله تعالى. نعم. وربي يبارك لك حتى في زياراتك، في وصلك، في روحاتك، في جياتك. خلاص أنت صرت إنسان مبارك، وقتك مبارك، عملك مبارك. فهذا هو الحافز اللي خلاني أستمر. اللهم لك الحمد لك الشكر، التقرب إلى الله ثم طمعا في البركة. ومن آثار البركة اللي وجدتها على نفسي وفي حياتي وفي عيالي وفي والدي وفي أهلي وفي جماعتي، وأكبر بركة بالنسبة لي أنا غير التوفيق والتيسير، إنه الله سبحانه وتعالى جعلني داعية لسورة البقرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه. أسأل الله أن يرزقنا نظارة الوجه والقبول والتوفيق والسداد والبركة. حياتك قبل أن تداوم على سورة البقرة وبعد أن داومت على سورة البقرة؟ والله باختصار قبل وبعد تيسير عجيب. تيسير يعني وتوفيق ما تتخيله. يعني أنت مثلا تبي تكلم الدكتور محمد المالكي، نعم، تلقى الدكتور محمد المالكي يكلمك. تبي تروح تعنى مشوار معين عشان تقضي لزوم، تلقى شخص يكلمك مثلا من الدائرة الفلانية ويقول لك ترى موضوعك منتهي بإذن الله تعالى. نعم. فسبحان الله تيسير عجيب اللهم لك الحمد. اختصر لك اياها بالتوفيق والتيسير والبركة. نعم. والقصص والله والشواهد طيب. كثير، ولكن ما احب اعلق الناس بالقصص. لازم بالفضل وبالاثر. تحدثنا عن موضوع اليقين. الآن أنا مثلا أقرأ سورة البقرة، مجرد قراءة فقط ولا لازم أول شيء مسألة اليقين، والثاني التركيز في القراءة وكل آية أستشعرها؟ طبعا طال عمرك القراءة والتدبر هذا موضوع، وانك تعمل اي عمل واي طاعه بيقين هذا موضوع اساسي في كل عباده وفي كل طاعه. نعم. انك انت طال عمرك ما تقراها مجرب، يعني ما تقراها تقول والله جانا واحد حدثنا عن فضل سوره البقره خلينا نجرب يا اخي نسمع. لا، انت لا تقرا مجرب، انت اقرا طال عمرك معتقد بيقين تام ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، يعني هذا الكلام جانا من الله سبحانه وتعالى. وان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض ما يعجز انه يعطيك بركه في وقتك وفي مالك وفي حياتك وفي امورك كلها. ف موضوع اليقين هذا هو موضوع اليقين طال عمرك، انه ما تعمل اي طاعه ولا اي عباده الا بنيه خالصه لله سبحانه وتعالى وبيقين تام، انه اذا قرات مجرد ما تنوي النيه، يعني ما احتاج اني اخلص سوره البقره، انا بيقيني التام مجرد يمكن اقول الف لام ميم ربي يرزقني بالبركه، يعني هذا اليقين. لكن سورة البقرة طبعا طويلة ما شاء الله، هي كم 286 آية 286 ويحتاج ساعة وشوية لقراءتها. اي نعم. للي يحفظها أقل أتوقع بالنسبة نص ساعة ممكن يهدها حدر. ايوه حدر 30 حتى في اليوتيوب مكتوب، يعني تقرا سورة البقرة حدر يطلع لك الشيخ أحمد ديبان واكثر المشايخ يقروها حدر 31 دقيقة 35 دقيقة. لكن انت خلال تجربة شخصية افضل وقت لقراءة سورة البقرة؟ بعد صلاة الفجر صراحة. دائما بعد صلاة الفجر عالم ثاني والله. يعني اساسا وقت صلاة الفجر الى الشروق، الوقت هذا من بعد صلاة الفجر لوقت الشروق طبعا هو وقت نهي للفائدة. نعم. ما تقدر تصلي فيه حتى تشرق الشمس. طيب معلش، وتقرأ فيه قرآن وتقرأ فيه أذكارك وتقرأ تدعي وتخرج من المسجد مرة واحدة. معلش أنا بسألك يعني سؤال خاص شوي وأرجو أنك تعذرني. لا معذور. بالنسبة لي بركة سورة البقرة، أبغاك تذكر لي إذا كان ممكن موقف بعينه تبين بركة سورة البقرة عليك أنت شخصيا. والله يعني شوف القصص كثيرة والمواقف كثيرة، لكن يعني أقلها أو أسرعها كنا مرتبين طال عمرك قبل كم يوم أنا والأخ إبراهيم عسيري. نعم. كنت إن شاء الله بطلع الطائف أنا وأبو هاشم مسوين له عشاء في الطائف، قلنا إذا جينا في الطائف نسوي لقاء عن سورة البقرة. قال على بركة الله. يوم جيت وشفت الوقت ما في مجال وأنت حاضر يا دكتور. نعم. وراي رحلة للرياض، سبحان الله بدون ما نتكلم وبدون ما نرتب وبدون ما نسوي أي إعداد قام واحد من الحاضرين وقال لي ليتك تعطينا فائدة عن سورة البقرة.
فاستشهدت في ذاك الوقت أقول إني من بركاتها التوفيق والتيسير. بالنسبة للمواقف يا دكتور، المواقف كثير صراحة، ولكن أرجع أقول لك بين قوسين التوفيق والبركة. يعني الشيء اللي أنا أخطط فيه، أخطط له أو أفكر فيه، ألقاه سبحان الله قدامي بدون ما أحرك ساكن وبدون ما أكلم بدون ما أتصل. وأنت شاهد على واحدة منهم يا دكتور، يوم الخميس في عشاء إبراهيم العسيري. نعم. أنا مرتب أنا وإبراهيم على أساس نسوي لقاء عن سورة البقرة زي اللقاء هذا معك. نعم. وقلنا إن شاء الله في الطائف وأجواء حلوة وكذا. سبحان الله يوم جيت ما لقيت فرصة، والوقت وكان فيه على قولهم عدد كبير من الحضور وإلى آخره، وأنا وراي رحلة الرياض فما تيسر. قبل لا أطلع المطار بربع ساعة قام أبو هاشم أحد الحضور قال يا ابو نواف لا تعطينا عن فضل سورة البقرة. يعني هذا أنا شيء مخطط له أنا وإبراهيم ومرتبين وجالسين جنب بعض، ولا أعطينا أبو هاشم خبر، هو اللي بادر وخلانا نبدأ، وقام إبراهيم طلع الجوال وصور. هذه بركة غير مرتب لها وغير معد لها، سبحان الله تيسرت. من ناحية عملك؟ من ناحية عملي اللهم لك الحمد، أنا مدير عام وقف الشريف غالب ما شاء الله، أكبر وقف ذري في المملكة، ما شاء الله، وأصول اللهم لك الحمد بالمليارات، وأكبر عقارات أبراج الصفوة، ما شاء الله. واللهم لك الحمد. يعني من أصبح ومن أدخل المكتب حتى أخرج توفيق وتيسير في الاتفاقيات، في العملاء، في المستأجرين، في حتى التواصل مع الدوائر الحكومية، تسهيل اللهم لك الحمد. وأنا والله ما عندي شك 1% إنها من بركات سورة البقرة. يعني هذا يقين عندي إنه رضا الله سبحانه وتعالى، ثم رضا الوالدين ودعاهم، وبركة سورة البقرة. لكن الأولويات أنت بالنسبة لك رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى، نعم، ثم رضا الوالدين ودعاهم، نعم، وبركة سورة البقرة. يعني هذه طبعا الأشياء اللي أنا ماشي فيها بعد الله سبحانه وتعالى. طيب 6 سنوات، معلش أخوي محمود، 6 سنوات، 6 سنوات وأنت حريص على قراءة سورة البقرة يوميا. ما حصل يوم من الأيام إنك ما قدرت تلقى وقت إنك تقرأ سورة البقرة؟ والله أبشرك بشارة ثانية، إنه سورة الكهف وسورة البقرة، نعم، يعني سورة الكهف يمكن 8 سنوات، نعم، ما فاتتني ولا جمعة. مريض، مسخن، مسافر، موجود، هذه سورة الكهف ما قد فاتتني اللهم لك الحمد ولا جمعة. ولا يمكن حتى، يعني أنت عارف وقت سورة الكهف يبدأ من بعد مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة. نعم. ال 24 ساعة هذه يبدأ وقتها. فإذا شفت نفسي إني على سفر ولا على رحلة أبدأها من ليلة الجمعة، وإذا شفت نفسي إني أمور طيبة أقرأها في يوم الجمعة. هذه سورة الكهف. نعم. وسورة البقرة اللهم لك الحمد ما قد فاتتني ولله طيب. الحمد. تغالب نفسك إنك تقرأ سورة ولا تيسر يسلم. أمس أنا جاي من الرياض في الطيارة للطائف. نعم. خلصت سورة البقرة في الرحلة. نعم. بدأت فيها مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الله. والله إني أقرأها وأنا أحس بضمان. طيب من بركات سورة البقرة إنها تيسر قراءتها، تيسير قراءتها. أنا أشوف الله سبحانه وتعالى، أنا أقول لك من البداية النية، إيش نيتك مع الله وكيف يقينك وكيف اعتقادك بالله سبحانه وتعالى. الله يسهل عليك قراءة سورة البقرة ويسهل عليك كل عسير ويفتح لك المغاليق. أنا أقول لك سورة البقرة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تفتح المغاليق من الآخر. طيب أنا مثلا على سبيل المثال سمعت كلامك وأخذت بالحديث وقرأت لمدة شهر وأموري ما تيسرت. هذا طال عمرك اللي يجرب. وش المشكلة؟ في ناس طال عمرك يجربوا مع الله، يعني يقول لك سمعنا والله كلام طيب على سورة البقرة خلينا نجرب. فهو يجرب، هذا أول شيء إنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. الواحد ما يجرب مع الله، يعمل مع الله بيقين تام. وأما إنه جرب إنه قرأ سورة البقرة شهر أو شهرين وما تيسرت أموره، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى، وهو ما يدري إن الله سبحانه وتعالى بقراءته لسورة البقرة دفع مكان أعظم بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وحمايته. فاللي يعمل لله ما ينتظر، يعمل لله، والجوائز من الله سبحانه وتعالى. أنت ذكرت هي مجرد قراءتها، يعني ربما أنت تسرح أثناء ما تقرأ السورة، لكن البركة في قراءتها. نعم في قراءتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخذها، ولا أخذ القراءة والمواظبة وحفظها والعمل بها. العمل باللي موجود في لأن أحكام الدين كلها في سورة البقرة. نعم. وهذه ما تلقى يعني ما في شك أنها صعبة ربما على بعض النفوس أن يطبق حتى اللي موجود في سورة البقرة، يعني يأخذ المثالية ما دام أنه يطبق. من بركات سورة البقرة إنه حتى الضال يهتدي، العاصي يتوب، المقصر يزيد بإذن الله تعالى. نعم. أنا ما ودي والله أطيل عليك يا دكتور، الربع ينتظرونا برا في الجلسة الخارجية. نعم. ودنا نشاركهم. طيب. بالنسبة لسماع سورة البقرة، نعم، هل تجزي عن قراءتها؟ هو طبعا أنا ماني مفتي، ولكن سماع سورة البقرة أو قراءتها أو في المكتب أو في السيارة كلها بركة، ولكن القراءة أولى كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. رسالتك الأخيرة. رسالتي الأخيرة، أسأل الله أن يكتب أجرك ويرفع قدرك ويجعل هذا المقطع شافع لك يوم القيامة، وصدقة جارية عنك وعن والديك وعن والدينا والمسلمين والمسلمات أجمعين إلى قيام الساعة. جزاك الله خير. يا مرحبا. شكرا أخوي محمود، الله يعطيك العافية ويبيض وجهك.